أول شيء خلينا نحكي عسكريا. نعم. عسكريا على الأرض، أول شيء كل السلاح، الصواريخ اللي كانت جنوب الليطاني مع الطائرات المسيرة. أنا قلت من الأول جنوب الليطاني ليس مكانها الطبيعي إطلاقا. أنا بفهم قوات الرضوان والمقاتلين مستعدين واللي كانوا عم بيقولوا بدهم يقتحموا، أكيد مكانهم جنوب الليطاني. عم تفهم علي؟ الصواريخ الكورنيت والمضادة للدروع مكانها جنوب الليطاني. ليه؟ لأنه هيدي صواريخ مباشرة قصيرة المدى. ايه قصيرة المدى وعم تضرب كانت على المستوطنات الإسرائيلية. طيب خلصنا منها. صواريخ بعيدة المدى، قريبة المدى، متوسطة المدى، مكان الأمثل شمال الليطاني. وحتى الصواريخ البعيدة المدى مكان الأمثل أبعد من جنوب الليطاني، البقاع مثلا، والطيارات المسيرة. فإذا عسكريا السلاح الاستراتيجي لدى حزب الله مكانه من الأول لازم يكون مش بجنوب الليطاني. طيب هلا عم تسألني السيناريو. ايه إذا موجود، ويقال إنه موجود، وهن بيقولوا عنا بعد سلاح، والإسرائيلية كمان دراساتهم بتقول إنه بعده بيملك 40% حزب الله من قدراته في الأسلحة الاستراتيجية. أين هو هذا السلاح؟ بجنوب الليطاني؟ لا، خلصنا منه. عم بحكي استراتيجية الأسلحة، يعني الطائرات المسيرة والصواريخ. نعم. مش بجنوب الليطاني، بشمال الليطاني، بالبقاع، بباطن الجبال، بمكان ما. السيناريو اللي بده يصير شيء طبيعي. إذا صار في حرب واتخذ قرار بالاشتراك بالحرب، لن يقف حزب الله متفرجا على هذه الحرب. مش يعني بس جد كلام الشيخ نعيم معلوم بالتدخل. جدي، معلوم جدي. بعدين بدي خبرك خبريه. لا، هني عم بيقولوا حرب اقليميه، اكيد اقليميه، رح تصير اقليميه. لكن الحرب ما بيعرف كيف تتوسع مثل كرة الثلج. هذه المرة لن تكون كما كانت الحرب 12 يوم. مفهوم؟ هلا بتسألني بده يصير حرب او لا؟ ما هلا رح نحكي عن موضوع الحرب الإقليمية، بس بدي ارسم معك سيناريو لبنان. يعني بموضوع لبنان شو شو قادر يعمل حزب الله اليوم عسكريا بلبنان؟ هذا بيطلق ما تبقى من عنده صواريخ بالمرة. يمكن تعلم انه ما يكون عشوائي بضربهم، يضرب هذه الصواريخ. الصواريخ ستكون مؤذية. هلا لن تردع اسرائيل، يمكن عندها قوة نار هائلة، بترد على المواقع، بترد على البنى التحتية اللبنانية، بترد على اماكن مش لحزب الله لانه مش قادر تحدد الصواريخ. لكن انتبه، هذا اما حزب الله بما يملك من صواريخ حتى الان بيقدر يرجع المستوطنين الإسرائيليين يلي رجعوا على قراهم آمنين مطمئنين، ما حدا ضربهم بحجر، بيرجعوا 60,000 إلى وسط إسرائيل وبيكونوا عبء على الحكومة الإسرائيلية. هيدا اللي بيقدر يعمله. هلأ بتقلي بيقدر يدمر البنى التحتية بإسرائيل بين حيفا وتل أبيب؟ لا، مش شغلته. في إيران عندها بعتقد أنا صواريخ فرد صوتية تقدر تلحق الأذى بإسرائيل. باختصار نحن عم نحكي عن لبنان، وكمان عم قول ما رح يصير إلا إذا لا سمح الله صار في حرب إقليمية. إيران حسب معلومات الأمريكان حتى والدراسات الغربية أنه عندها صواريخ لن يمكن أن تتصدى لها الدفاعات الجوية وتلحق الأذى بإسرائيل. لن تدمر إسرائيل، انتبه، إنما يمكن تحول إسرائيل إلى هانديكاب أو إعاقة ما بتقوم منها بسنين. ومس مش عم بحكي عن إسرائيل اليوم. الخوف الأمريكاني من القواعد الأمريكية الموجودة بالخليج. في أكثر من 30 قاعدة منتشرين، وكل قاعدة فيها شيء 10 15 هدف، لأنه قواعد كبيرة كتير موجهة إلى صواريخ من إيران. في حال اشتعلت الحرب ستطلقها هذه المرة دون خجل أو وجل أو طلب الإذن من أحد. وأبلغت الدول الخليجية بذلك، والدول الخليجية لن تسمح بأن تكون مقرا للانطلاق على إيران. أفهمت
الدول الخليجية أمريكا أنه الله يخليكم هذه المرة لن نكون نحن مشاركين بهذا الحرب. نعم. رح نحكي أكثر عن الإقليمي، يعني الملف الإقليمي، بس خليني أختم معك بلبنان أو نحاول شوي نقرأ بعد. في اليوم نقاط محتلة عميد بالجنوب اللبناني. هيدي النقاط واضح إنه اليوم يتكل على يعني دبلوماسية، خلينا نقول بين قوسين، لا يعني تحرير هاي النقط اليوم. هل برأيك هذه النقاط في حال اندلاع حرب وتدخل حزب الله في هذه الحرب ستكون على جدول الأعمال؟ يعني كيف حزب الله قد يتعامل مع هذه النقاط الموجودة عسكريا؟ قادر يعمل شيء حزب الله بهود النقاط اللي يمكن صاروا 7 أو 8 حتى هن بطلوا 5 يعني؟ شو مصيرهم هدول؟ حلو السؤال. أول شيء بلشت بكلمة دبلوماسية، حطيتها بين قوسين. إيه طيب بين قوسين. لا أنا بدي أفهم، أنا بوجه سؤال الحكم اللبناني والسلطة اللبنانية. يعني أنا ما كنت حياتي لا عم زقف ولا منافق. إذا بقول أنا إنه هذه السلطة أو هذا الحكم أو هذه الحكومة حققوا إنجاز يعني بالحقل الدبلوماسي، بكون عم نافق وعم كذب على الناس. لا أعطيني بس إنجاز واحد. هل انسحبت إسرائيل؟ لا. هل وقفت عدوانها يوم واحد؟ وقفت الاغتيالات؟ لا. كل ما عم تزيد. فإذا أين الضغط الدبلوماسي وأين الدبلوماسية اللبنانية؟ فإذا خليها على جنب وما تتأمل فيها أبدا، وبيكون أهبل حتى منشيلها من القوس. بيكون أهبل الذي يتكل على الدبلوماسية اللبنانية. نحن عم نقعد على طاولة وعم نقدم كل شيء، ولحد هلا ما قدمت إسرائيل ولا تنازل. باختصار إسرائيل كل اللي بيعرفوا إنه فاتت على الجنوب واحتلت النقاط الخمسة ودمرت وراحت عوادي الحجار بعد ما وقف إطلاق النار. ما قدرت أثناء حرب خلال 2 إنه تقعد تتمركز وليلة وحدة في إحدى القرى الحدودية. خلصنا منه. أوكي. أنت سؤالك لجاوبك عليه. في حال صار في حرب أين النقاط الخمسة؟ حتما ساعتها ليك المقاومة وحزب الله سلموا السلاح الثقيل كله بجنوب لبنان كله. وحتى دلوا على مخازن ما كانت إسرائيل لا شايفتها ولا بتعرف فيها ولا قدرت توصلها. اجوا قدموها على طبق من فضة للجيش اللبناني وتفضل خدها. تم تفجيرها؟ تم تفجيرها؟ هيك حسب ما عرفنا. أنا ليه؟ ما بعرف. السؤال أنا عم بسأله ليه؟ يعني حضرتك كعميد ليش بده يتفجر هذا السلاح؟ ما بعرف. أنا ما بعرف. ما تسألني لأنه أنا عم بتأثر بجانب. أنا إذا بتسألني هذا سلاح تقيل حقه مصاري. هيدا سلاح حقه مصاري، وهيدا الدفاع اللبناني خده يا جيش صادره. حكي انه فيه حكي انه بطل صالح للاستعمال يعني مضرر. خلص ما بدي ناقش. ليك ما حتى ما انفعل. ما بدي ناقش. لا عم بجاوبك على سؤال. خليني جاوبك. تفضل. هل حزب الله يعني كمقاتلين بالقرى انسحبوا من قراهم وصاروا لاجئين ببيروت؟ لا. هول الولاد القرى، خاصة القرى اللي رجعوا سكانها لإلها، وبعد في قرى ما رجعوا السكان لأنه إسرائيل منعتهم، هولي عم يتهيئوا في حال صار حرب جديدة لا ينطلقوا مجموعات صغيرة للقيام بحرب العصابات وإقلاق العدو الإسرائيلي. يعني العدو الإسرائيلي اللي قاعد عم يتشمس بالحمامس اليوم وبالنبي عويضة، سمع إذا صار في حرب ما عاد في يتشمس، لأنه بيطلع له المقاتل من حيث لا يدري. هو بفل لوحده لأنه عارف إنه بتكون إقامته غير آمنة بهذه النقاط الخمسة. غلط. هلا بتقلي بقى ما عم بحكي أنا لا شعارات ولا عم بتوهم، وما بدي أقول قوات الرضوان خلصنا اللي كانوا مهيئين ليدخلوا إلى الجليل الأعلى صار بوضع آخر. بس عم أقول عن المئات من سكان القرى اللي بيعرفوا قراهم جيدا، وهو بعضهم مقاتلين، وهولي هلأ فوق الأرض بينزلوا تحت الأرض وبيطلعوا ساعة اللي بدهم لا يتصدوا للعدو الإسرائيلي المحتل أولا، واللي بده يجرب أنه يتقدم على جنوب الليطاني مرتين. في عنده قدرة حزب الله لتحرير هذه النقاط كليا برأيك؟
مجرد ما يقوموا. وين حيكون هون تخيل الجد؟ اللي حرر الجنوب وكان عنده قبل 2000 وعنده ما عنده امكانيات معدوده وهرب الاسرائيلي، ليش ما عنده امكانيات هلا يخليه قاعد حتى اللي عم لك يلي قاعد بالنقاط على لبنان ستكون اقامته غير امنه اطلاقا، هن الاسرائيليين كمان حريصين على ارواحهم. واللي بس شي مره وحده اي محل فاتوا فيه برجع بكرر وتمركزوا فيه خلال سنتين. بس الله يسامحهم حزب الله اللي اجوا وافقوا على اطلاق النار. حبيبي اليوم في نقطة الناس اللبنانيين ما بيعرفوها، يقروا القرار. تعرف نزع السلاح ما كان لازم يتم اطلاقا في ظل العدو الاسرائيلي بجنوب اللبنان ابدا، لانه القرار بيقول عندما تتوقف العمليات العسكرية تقوم السلطة اللبنانية بجمع السلاح. يرجعوا يتفضلوا يرجعوه. هيدي غمضوا عينيهم عليها وبلشنا نحن، وتبرع حزب الله كمان بتسليم جميع المواقع وما أطلق ولا رصاصة من سنة و5 أشهر، من سنة و3 أشهر لهلا. نعم. هون بياخذنا السؤال على ما قد يفعل الإسرائيلي في لبنان، لأنه اليوم بعده الكلام لو خف شوي على لصالح الموضوع الإيراني، بس بعده الكلام أنه إسرائيل قد تفعل شيء في لبنان. وبظل كلام الشيخ نعيم قاسم امبارح، هل برأيك الإسرائيلي رح هو يعمل خطوة استباقية، هو رح يشن حرب موسعة على لبنان، يعني لضمان اللي بيقول انه امن المستوطنات الشمالية وغيره من الاشياء اللي هو بيحكي عنها، وانه خلص بده ينهي ملف حزب الله سريعا؟ هل برأيك الإسرائيلي حيتجه لهذه الخطوة؟ طيب بده موسعة، حرب موسعة فهمنا، بس هل يستطيع بالحرب الموسعة انه يحقق هدفه بتدمير سلاح حزب الله نهائيا؟ لا. ما قلناها 100 مرة يا ناصر، الله يرضى عليك. وين هالسلاح موجود اللي بدي هو عم بيحكي فيه وطمعان فيه وبده الجيش ياخده بالقوة؟ وين موجود؟ موجود في أماكن ما بيعرف وين هي الإسرائيلي، وفي أماكن بيعرف وين هي بس ما بيقدر يطالع عسكريا بالقصف الجوي ولا بالطيارات المسيرة، ولو شغل كل سلاح الطيران تبعه وعنده قوة نارية هيك إلا ما ينزل على الأرض. هل يا ترى الإسرائيلي بده يقوم بعمليات إنزال جوية على باب نفق معين بباطن الجبال لحتى يفوت يدمره؟ أنا بشك، لأنه ما بيرجع طيب. هل يا ترى الإسرائيلي اللي عارف جيدا أنه هذا السلاح موجود أو شمال الليطانة أو بالبقاع أو بمكان آخر بده يعمل اجتياح بري ليوصل له بالدبابات مثل ما عم يوهمونا بعض المعلقين العظيمين اللي قالوا سيكون اجتماع، بده يقول اجتياح كاسحا ماسحا؟ كله هالكلام بلا طعمه، كله بلا طعمه، وهيدا التهويل. بس سألتني هل يوسع الحرب؟ نعم بيوسع الحرب، عنده اهداف كثير، بس انا هيته استنفذ اهدافه. مين عم يقصف كل يوم؟ اليوم بكفر رمان قتل ناس، امبارح قتل السيد نور الدين يا حرام الشوك. يعني عم بيصيد يوميا اشخاص ما لهم عليها، ما لهم مقاتلين هؤلاء. لك شو هيدا؟ وساكت الدوله كانه. شو السبيل لمواجهه هذا الموضوع؟ نعم. عسكريا اليوم برايك المقاومه حتضلها ملتزمه بحدود ما بعرف، تساله للشيخ نعيم هو بيقرر. حلل انا وياك عسكريا. لا انا بقول ما لازم محلل انا وياك، لا نحن ما فينا نحل محله. انا بقول انه اناف اذا اناف خلصنا بقى. انا ما بخي ما بيسترجع واحد بقى يروح باي مكان بشمال الليطاني جنوب الليطاني. بطلنا نلحق على المقاتل تبع حزب الله على الموتوسيكل لانه خلصوا الاهداف تبعهم او ما بيعرفوا يطالوهم. يمكن بلشوا يطالوا الاعلاميين، والله صار الاعلام كمان الاعلاميين اللي عم ينتقدوا اسرائيل صاروا هن اهداف، بعد شوي بيصيروا السياسيين، بعد شوي ما بعرف كيف تغير اهدافها لانه استنفذت اسرائيل اهدافها وما في تقعد اي يوم بلا عدوان على لبنان، لانه عارفه انه السلطه اللبنانيه العظيمه ملتزمه وحزب الله كمان ملتزم. فاذا ليش عم تقول له عم بتقول لحزب الله انه كفى افتح معركه؟ يعني هي اللي عم جرب افهمه منك. انا عم شو عم تجرب تقول له عسكريا لحزب الله؟ لا ما بيشبه السكوت على الابد. ما يا خيي شو بحكي يعمل عسكريا؟ يعني اذا بدي احكي معك عسكريا
شو عم تقولوا لحزب في الله يوقف يعني؟ موقف ساعتها جد ويوجه انذار انه نحن من الان الى فتره معينه نحن بنبلغ رساله للحكومه اللبنانيه انه بنتنصل من التزامنا بوقف اطلاق النار، وللعدو الاسرائيلي اذا بعد وسعت عدوانك هو السلاح الثقيل اللي عم تحكي عنه رح تبلش تشوفه عم يطلع. هيدا بيقدر يعمله في حال يعني التزم العدو الاسرائيلي او انه اخذ احتياطاته ماشي الحال. في حال تابع العدوان كما هو بيسوى يتصرف عسكريا يعني، لانه شو بالنتيجه شو بتعمل فيه؟ مثل ما قلت لك اكثر من اللي عملته. شو فيها تعمله؟ تقصف بيروت والبنى التحتيه والمطارات؟ لا، انا بعتقد انه الرئيس الامريكي حط لهم، ريد لاين لا حط لهم خطوط حمر، والا كانوا عملوها يعني ما عملوها من امبارح قبل ما يعملوها اليوم او بكره. خلص